استعد عشان هنشوف العالم بعيون تانية خالص، لأن اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني تماماً. من عبقرية الحيوان لابتكارات البشر اللي بتكسر كل التوقعات، جمعنا لك قصص هتخليك تهرش في دماغك من الذهول. اربط الحزام وركز في كل تفصيلة، عشان المتعة هنا ملهاش حدود، والدهشة والذكاء هم أبطال الحكاية. اللي انت شايفه ده مش مجرد غراب رخم، ده مهندس ديكور بيفرش شقته بأسلوب الألترا لكشري على حساب الجيران. لاحظ معايا هدوء الخروف المريب، غالبا هو فاهم إنها جلسة مساج مجانية أو حلاقة على الماشي، ومستسلم تماما للوضع. الغراب هنا مش بينكش عشوائي، ده بينقي خصولات الصوف بالملي، لأنه أذكى طائر في توفير العزل الحراري لأولاده عشان يحميهم من تقلبات الجو والبرد. استغلال ذكي جدا للموارد المتاحة من غير خناق ولا مجهود. المهم إن المصلحة مشتركة، والنتيجة في الآخر عش دافي وفرو ببلاش. تفتكر ده ذكاء فطري ولا استغلال؟ اللي صمم الاختراع ده أكيد كان بيعاني من قلة النوم. تخيل إن عندك 37 معزة بيبي كلهم جعانين في نفس اللحظة. المنظر ده ممكن يتحول لكارثة، بس الجردل الأخضر ده هو البطل الحقيقي في القصة. خد بالك من الوصلات اللي طالعة منه، دي متصممة بطول وتوزيع معين عشان تمنع الخناق وتخلي كل واحد ملتزم بالديسك بتاعه. الموضوع عامل زي بوفيه مفتوح بنظام عسكري، واللطيف إنه رغم الزحمة دي مفيش حد بيسيب مكانه ويروح يضايق جاره. درس النهاردة: السيستم الصح يخلي أصعب مهمة في العالم تبان كأنها لعبة. تفتكروا الجردل ده يخلص في أقل من دقيقة ولا أكتر؟ بص يا سيدي، اللي قدامك ده مش مجرد ديك ملون، ده براند بيمشي على رجلين، واستعراض لهيبة المربي في عالم طيور الزينة. لاحظ معايا الثقة المطلقة وهو بياكل من الإيد، دي مش غريزة، دي نتيجة شهور من كسر حاجز الخوف عشان الطير ينسى إنه طريدة ويتحول لقطعة فنية هادية قدام الكاميرا. السر هنا مش في الألوان وبس، السر في سيكولوجية الترويض اللي بتخلي كائن عصبي زي ده يقف الوقفة دي. وده اللي بيفرق هاوي عادي عن محترف بيعرف يفرض سيطرته بالحب والأكل مش بالحبس. تفتكر دي شطارة تدريب ولا الطير ده طبيعته كده؟ المبنى ده قرر يلبس بدلة ويروح الشغل قبل الموظفين، مش مجرد واجهة غريبة، دي تفاصيل القميص والياقة متنفذة بالظبط في ناطحة سحاب كاملة. الزاوية هنا إن المعمار ما بقاش بس مساحة، ده بقى هوية بتفرض هيبتها على المنطقة كلها. عمارة متفصلة على مقاس البيزنس. تفتكر تشتغل في مكتب زي ده ولا الياقة هتخنقك؟ اللحظة اللي أي حد بيشوف فيها المنظر ده قلبه بيقع في رجله. كوباية مقلوبة ومية غرقانة في قلب الكيبورد واللابتوب لسه شغال، يعني كارثة وخسارة بالألوف في ثانية واحدة. بس لو ركزت في أطراف المية هتلاقيها ثابتة زيادة عن اللزوم وما بتتحركش مع ميل الجهاز. الحقيقة إن دي مش حادثة، ده فن الخداع البصرية. إكسسوار للمكتب معمول من مادة صلبة عشان يديك شكل الكارثة من غير ولا نقطة خسارة. التفصيلة الذهبية هنا هي إن المية والحامل اللي ماسك الكوباية طالعين حتة واحدة، كأن الزمن وقف عند لحظة الاندلاء. فكرة عبقرية لو عايز توقف قلب صاحبك اللي بيحب جهازه زيادة، بس جهز الإسعاف جنبك. الخلاصة: مش كل اللي عينك تشوفه تصدقه، خصوصا لو فيه بلاستيك متخفي في شكل مية. تحب تجيبها عشان تعمل مقلب إيه، ولا شايف شكلها شيك كديكور؟ المنظر اللي انت شايفه ده مش احتفالية بالربيع، ولا دي خنافس ملونة ماشية في الأرض، دول سلحفات بيبي قرر صاحبهم يلبسهم بدلة شياكة عشان يعرف يفرقهم عن بعض. الفكرة هنا مش بس في الشكل الكيوت، الفكرة ان السلاحف الصغيرة بتبقى شبه بعض جدا، وصعب تتبع حالتها الصحية أو نموها لو تاهوا وسط المجموعة. اللزقة الملونة دي بتبقى خفيفة جدا وما بتأثرش على حركتها ولا على نمو الصدفة، وبكده المربي بيقدر يعرف مين اللي أكل ومين اللي محتاج رعاية بلمحة عين واحدة. تحوله من مجرد زواحف لقطع فنية ماشية في الحديقة. تفتكر الفكرة دي عملية ولا مجرد استعراض؟ أكبر صينية تيراميسو في العالم، والحدث ده ما كانش مجرد طبخ، ده كان ماراثون حقيقي عشان يدخلوا موسوعة جينيس. تخيل إن الصينية دي طولها وصل ل 273 متر، واستخدموا فيها أكتر من 50,000 قطعة بسكوت وطبقات لا تنتهي من الكريمة والكاكاو. الموضوع احتاج فريق كامل من الشيفات اللي اشتغلوا لساعات متواصلة بدقة متناهية عشان يحافظوا على تماسك القوام والشكل النهائي. الغرض من الفعالية دي ما كانش بس كسر الرقم القياسي، لكن كمان الترويج للحلويات الإيطالية الأصلية في احتفالية ضخمة حضرها الآلاف. وفي الآخر طبعا الصينية دي ما راحتش هدر، اتقطعت وتوزعت على الحضور والمؤسسات الخيرية، يعني إنجاز عالمي وطعم خيالي في نفس الوقت. تفتكر تقدر تخلص قطعة منها ولا السكر بتاعها هيبقى تقيل عليك؟ لو فاكر إن دي آخر حدود الإبهار فأنت لسه ما شفتيش نص اللي محضرينهولك في الفيديو الجاي. استنى العظمة الجاية، عشان اللي هنكشفه المرة دي هيخليك تشك في قوانين المنطق نفسها وتشوف المستحيل بيتحقق قدام عينك.